الجزائر لم تكن موجودة قبل عام 1962. تصريح ناري صب فيه مؤرخ فرنسي الزيت على النار وسط الخلافات المستعرة بين بلدين يعرفان بالجارين اللدودين. فمن هو هذا المؤرخ؟ وما تأثير تصريحه على البلدين؟ في حوار له مع مجلة ماروك إبدو الناطقة بالفرنسية، صرح المؤرخ والأكاديمي المقرب من اليمين الفرنسي برنارد لوغان قائلا: فرنسا بترت أجزاء من المغرب لتوسيع أراضي الجزائر الفرنسية، وذلك منذ عام 1870، أي بعد 40 عاما من بدء الاستعمار الفرنسي للإيالة الجزائرية التي كانت خاضعة للسلطنة العثمانية. التصريح الذي جاء كقنبلة تم تفجيرها بين البلدين اللذين لطالما كانت بينهما صراعات وخلافات ومقاطعات. ولم يكتف المؤرخ الفرنسي بذلك، بل قال إن تلك المناطق لم تكن أبدا جزائرية، لأن دولة الجزائر لم تحدث إلا سنة 1962 في صدمة كبيرة للجزائر والجزائريين معا. كذلك تحدث لوغان عن استغراب شديد من الإنكار الجزائري العنيف لهذه المعطيات، مؤكدا أن القادة الجزائريين في أعماقهم يعلمون أنهم لا يمكنهم الدفاع تاريخيا عن موقفهم، وذلك بسبب عدم رغبتهم في الإقرار بأن الاستعمار الفرنسي هو الذي اقتطع أجزاء من المغرب وضمها لأراضي الجزائر. وشدد المؤرخ طول حواره على أن الجزائر ليست دولة، بل انتقلت مباشرة من الاستعمار التركي إلى الاستعمار الفرنسي، لذلك فإن العديد من المناطق ومنها تندوف والساورة هي مغربية تاريخيا بحسب المؤرخ. ومما جاء في حديثه أيضا أنه في مارس من عام 1870 استولى الجنرال الفرنسي دوين فين قائد ولاية وهران على عين الشعير قرب فيجيج ومنطقة واد غير بنواحي بجاية، وهي مناطق كانت مغربية بدون أدنى شك بحسب المؤرخ، لأن نائب السلطان في منطقة فيجيج كان قائدا مسؤولا عن تمثيل السلطة المركزية في واحات توات. وفي رأيه فإن المغرب قادر على إثبات كل هذا الكلام من خلال وثائق موجودة في الأرشيف المغربي. المؤرخ الفرنسي أكد ذلك أنه بتاريخ 5 من أغسطس عام 1890 تم توقيع اتفاقية سرية حددت فيها فرنسا وبريطانيا العظمى مناطق نفوذهما في إفريقيا، ورأت باريس آنذاك أن بإمكانها احتلال المناطق المغربية في توات والقرارة وإغلي ووادي الساورة، بناء على مخطط لربط غرب إفريقيا بالبحر الأبيض المتوسط بواسطة السكك الحديدية العابرة للصحراء. وأن فرنسا في ديسمبر عام 1899 استولت فرنسا على عين صالح ومجموعة من واحات تدكلت والغورارة، إضافة إلى منطقة تيميمون التي احتلت عام 1901. ومن المعلومات التي فجرها المؤرخ الفرنسي أيضا أنه في عام 1903 أراد الجيش الفرنسي ضم منطقة فيجيج، رغم أن معاهدة لالا مغنية الموقعة عام 1845 نصت بشكل صريح على أنها جزء من المغرب. ثم احتلوا منطقة بشار وواحات توات وغيرها من المناطق. وفي يونيو عام 1904 استولت القوات الفرنسية على رأس العين، واصفا ما حدث بأنها جميعها عمليات بتر موثقة في الأرشيفين المغربي والفرنسي، تصريحات ووثائق مغربية. قبل تصريحات المؤرخ الفرنسي كانت مديرة الوثائق الملكية المغربية بهيجة السيمو قد أعلنت أن الصحراء الشرقية الواقعة جنوب غرب الجزائر الحالية هي أرض مغربية، وقد أكدت حينها أنها حصلت على وثائق عن الصحراء من دول أوروبية. وقالت إن الوثائق التاريخية المحفوظة تؤكد مغربية الصحراء كما تؤكد أيضا مغربية الصحراء الشرقية، ليعود بذلك النقاش حول مغربية الصحراء للواجهة، والتي يقال أن فرنسا اقتطعتها لصالح الجزائر عام 1962. إبان تصريح بهيجة السيمو في كلمتها خلال مقابلة لها مع منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، والتي أكدت فيها أن الوثائق التي تتحدث عنها موجودة ويمكن الاطلاع عليها، وأنها تضم خرائط واتفاقيات ورسومات للحدود منذ العصور الماضية وإلى اليوم. كلام أشعل فيه المؤرخ الحرب من جديد بين المغاربة والجزائريين، اللذين من بين أبرز الخلافات العميقة بينهم موضوع الصحراء والحدود الجغرافية والأراضي. فهل ما يزال الفرنسيون يتعمدون إثارة المشاكل بين البلدين وتعميقها؟